تخيل فنان ملوش ولا صورة واحدة واضحة على جوجل، ومطاردش في حياته ورا الترند بقى ولا نزل فيديو كليب، بس صوته ذاع وانتشر واخترق حتى جدران السجن وغير مصير مسجون مكسور جوه زنزانته. ازاي مداح من قرية صغيرة معرفهاش حتى على الناس على الخريطة عمل شبكة توزيع شعبية هزت مصر من بحر للصعيد، وبقت أغانيه أقوى من حملات تسويق بملايين. أنا محمد وده برنامج كوكتيل، وخلينا النهاردة كده نكشف لغز العربي فرحان البلبيسي، الراجل اللي صوته بنى وجدان الملايين من غير استوديوهات ومن قلب الزنزانة. جاهز كوباية شاي ويلا بينا خش بالانترو يا ابني. فرحان العربي البلبيسي بيتولد في قرية صغيرة في بلبيس محافظة الشرقية، حافظ القرآن الكريم ومن صغره صوته كان فيه تركيبة غريبة، بحة كده فيها حزن وفيها رجاء في نفس الوقت، وده كان أسلوب بيتميز بيه مدرسة الإنشاد الديني في مصر زمان. ما كانش من عيلة مشاهير ولا يعرف سكة وواسطة في الإعلام، بس طريقه كان واحد وعارفه من زمان، وهو المديح النبوي. الفن اللي بيتوارثه خدام آل البيت زي ما بيقولوا ومن مولد لمولد. صيته ذاع في منتصف السبعينات، وده كان وقت كان فيه عمالقة الأناشيد الدينية زي ياسين التهامي، والفنانين اللي زي ياسين التهامي أو فرحان العربي بلبيسي هم اللي نقلوا الأناشيد دي من مجرد أعداد ضيقة بس أو حلقات ذكر لحفلات بأعداد مهيبة ورهيبة. بس الطفرة فعلا بقى اللي كانت في حياة فرحان العربي بلبيسي كان سنة 82 تحديدا، لما نزل بقصيدة قصدت بابك وغير بابك ما قصدت. وهنا العنوان لوحده بيلخص الفكرة، إن الإنسان مهما تاه واتسحل في الحياة ملوش غير باب واحد بس وهو باب ربنا. إحساس صادق كلنا بنحسه في لحظات ضعفنا. قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، ادي الباب مفتوح عمري ما قفلت. القصيدة دي انتشرت بشكل مرعب لفنان محدش يعرف شكله أصلا، من غير أي غطاء إعلامي، من قرية صغيرة في الشرقية لكل ميكروباص لكل محل لكل قعدة في كل غيط ومن بحر للصعيد. وهنا السؤال الصادم بقى، إزاي أغنية كده تكسر الدنيا من غير راديو ولا تلفزيون؟ وهنا خليني أقول لك الإجابة، لأن المديح في مصر ما بيحتاجش شاشات ولا راديو عشان ينتشر، ده كان بيمشي بشبكة توزيع شعبية كاملة، تحس إنهم كده زي المقاومة، ومن مولد لمولد ومن شريط لشريط يدوي بيتنسخ كده ما بين الناس وبعضها. وهنا الناس دي بقت شبكة من أقوى شبكات التوزيع في العالم كله. بعد الإعصار الكبير ده اتولدت قصائد كتير زي رحلة الحج، وأول ما كتب القلم كتب القلم الله. فرحان العربي والبيسي بقى هنا نجم السهرات الرمضانية الأول، ويعتبر لف الخليج كله. وهنا عايز أشرح لك إن الإنشاد كان في مصر مش مجرد فن، ده تراث ونفوذ اجتماعي كامل. المولد مش مجرد خيمة في الشارع وخلاص، الناس تيجي فيه تقعد تعمل خير تتبسط وتسمع أناشيد دينية تفصل من العالم اللي بره ده خالص كام يوم. وعشان كده صوت الشيخ العربي بقى جزء من ودان المصريين. الفنان بتاعنا فضل يلف الدول كلها بصوته الجميل لحد ما رحل عن عالمنا في 2012 وهو عنده 54 سنة، لكن صوته عمره ما كان مات، بالعكس ده ابنه صالح اللي كان بيقف مع ابوه في الحفلات وعنده مجرد 18 سنة، وهو حاليا اللي بيحمل إرث العيلة في المديح، بيغني في المواسم ويعمل نفس اللي كان بيعمله ابوه. وده نوع اخر من الفن ما بيتورثش بشهادات ولا بيتورث باي حاجه، الناس دي بيبقى هدفها واضح. خليني احكي لك بس على قصه طريفه كده. كان في عسكري في الجيش ملان بيفكر امتى بقى اخلص خدمه واطلع اتجوز واشوف حياتي، وكانت شغلته سواق، وكان اسمه مصطفى، والكلام اللي انا بقوله ده على لسانه بنفسه. في مره من المرات كان واخد العربيه ورايح مأمورية أو رايح يجيب حاجة، وعمل حادثة بالعربية والعربية باظت خالص، فهنا يتحرم من الأجازة ويتحبس. وفي حبسته دي بقى سمع من بعيد صوت جميل ما يعرفش صوت مين، وهنا في ظل وحدته في الحبسة فضل يسمع ويسمع ويسمع لحد ما خرج واكتشف اللي كان بيمدح ده كان العربي فرحان البلبيسي في صوت وحد مشغله. وهنا خد ندر على نفسه إن أول ما يخلص جيش يطلع يفضل يكمل ورا الناس اللي بتمدح في النبي وهو يمدح في النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في النهاية القصة دي بتورينا الوش الحقيقي للفن في مصر. النجاح مش محتاج سوشيال ميديا قوية ولا استوديو بألوفات، في فن كامل اتبنى على النسخ اليدوي في الكاسيت في الكرة والموالد، ولسه عايش وسطنا لحد النهارده. راجل من قرية بسيطة في الشرقية صوته يفضل عايش لحد النهارده. في آخر الحلقة اللطيفة اللذيذة السريعة دي عايز نتكلم عن مين الحلقة الجاية. متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.